طبعا الحته الاولانيه مش هجاوب عليها، لكن هو طبعا الكنايس اللي هي الارثوذكسيه الشرقيه واللي هي مشتركه اللي معانا في الايمان زي السريان والارمن والاحباش دول والهنود دول ما بنعيدش معموديتهم خالص، وحتى بنعتمد الميرون بتاعهم، ولازم حتى دول يعمل طلب انضمام عندنا في الكاتدرائيه. لازم تيجي البنت او الولد اللي عايز ينضم يجيب شهاده خبير موانع انهم سببوا زواج وسليمه ويكتب طلب اللي عايز ينضم. انا فاكر في مره دي حكايه الضمه دي، بنت كانت سلوكيه جابت شهاده مطلق حال وكتبت طلب انضمام، وبعدها الاب كان خدوا بيت اطرافها وسحبوا الكلام ده كله، ورد ان تم انضمامها واتجوزوا. بعد ما اتجوزوا حصل خلاف، وراحت لكنيستها الكاثوليكيه جابت شهاده ان هي كاثوليكيه مع بنتهم بقى، وراحت تقدمها للقاضي. فالولد الزوج قال لا، ده احنا متجوزين ارثوذكس وهي انضمت للكنيسه الارثوذكسيه. فالقاضي بعت لي جواب رديت عليه قلت له فعلا تم كذا كذا واترفضت القضيه بسبب الكلام ده كله. فاي طائفه تاني لازم بيجي حتى لو كان بالتحديث المانع كاثوليك بروتستانت اي مذهب لازم يجي ويجيب شهاده خبير، وانا اهم شيء الاول وبعد كده يكتب طلب انضمام بقى. احنا يمكن يا ابونا حاليا دلوقتي الكنائس اللي هم ارثوذكس والكلام ده كلها ميرون، واللي بنتاكد ان الكاثوليك عمدها بالتغطيس يبقى يدهن بالميرون بس بعد التوبه والاعتراف والكلام ده. لكن البروتستانت والانجيليين بنعمد